مرحبا بالجميع. كلنا عارفين ديك الصعوبة ديال الفهم وحفظ التعاريف القانونية، ولكن اليوم غادي نكتشفوا مجموعين واحد القاعدة اللي هي ذهبية بالصح. قاعدة بسيطة ولكن فعالة بزاف، غادي تخلي تعريف أي قانون مسألة سهلة مهلة. كتوقع ياك كتكون كتحاول تحفظ تعريف القانون التجاري وفجأة كتلقى راسك كتهضر على القانون المدني. كلنا دزنا من تما. هاد المصطلحات كتبان معقدة وكتشابه وكتخلي الأمور صعيبة، ولكن شنو لو قلت لكم باللي الحل أبسط بكثير من داكشي اللي كنتخيلو؟ أوكي، يلا ندخلوا في الموضوع نيشان. هاد القاعدة اللي كنهضر عليها هي بحال شي مفتاح سحري، مفتاح كيحل أي تعريف قانوني. وراه ماشي غير شي حيلة باش تحفظه صافي، لا، هذه طريقة كتخليك تفهم الجوهر ديال القانون، يعني الوظيفة الأساسية ديالو. شوفوا معايا شحال بسيطة هاد الصيغة. أي قانون كيف ما كان بغينا نعرفوه غادي نبداو دائما بنفس الجملة: هو مجموع القواعد القانونية اللي كتنظم هاد المواضيع. ومن بعد سهلة كنذكروا ببساطة شنو هي هاد المواضيع اللي كيعالج هذاك القانون. صافي، سهلة مهلة ياك؟ مزيان. دابا باش نتأكدوا باللي هاد القاعدة خدامة بصح، يلا نجربوها على شي فروع مهمة من القانون الخاص. مستعدين تشوفوا كيفاش كل شيء هادي يولي واضح؟ إذا نبداو بمدونة الأسرة. إلا بغينا نعرفوها شنو غادي نقولوا؟ سهل، هي مجموع القواعد القانونية اللي كتنظم شنو؟ كتنظم الزواج والطلاق والتطليق والمسائل اللي كتجي من بعدهم بحال النفقة والحضانة، وكتزيد عليهم حتى النسب والإرث. شتو شحال بسيطة؟ يعني الوظيفة ديالها هي اللي كتعرفها. يلا هندوزو دابا للقانون المدني، غادي نطبقوا عليه نفس القاعدة الذهبية. إذن القانون المدني هو مجموع القواعد القانونية اللي كتنظم مصادر الالتزامات بحال العقود، وكتنظم شي عقود محددة بحال البيع والكراء، وكتزيد عليهم حتى الحقوق العينية بحال الملكية والرهن. يعني نفس المبدأ كيتعاود وبنفس السهولة. أوكي، والقانون التجاري راه نفس الشيء بالضبط. هو مجموع القواعد القانونية اللي كتنظم الأنشطة التجارية وكيفاش شي واحد كيكتسب صفة التاجر، وكتنظم الأصل التجاري والأوراق التجارية بحال الشيك والكامبيالا، وحتى مساطر صعوبات المقاولة. شفتوا؟ المواضيع اللي كينظمها هي اللي كتعطيه الهوية ديالو. وحتى القانون الجنائي اللي بزاف ديال الناس كيشوفوه معقد، نفس القاعدة خدامة فيه مزيان. القانون الجنائي هو مجموعة القواعد القانونية اللي كتحدد لنا شنو هي أركان الجريمة وأمتى كتكون المسؤولية الجنائية، وطبعا كتحدد العقوبات والتدابير الوقائية. واضح وبسيط ياك؟ ندوزو دغيا للقانون الاجتماعي. نفس الهضرة، هو مجموع القواعد القانونية اللي كتنظم علاقات الشغل سواء كانت فردية ولا جماعية، وكتنظم الضمان الاجتماعي والتعويض على حوادث الشغل وحتى النقابات. يعني كل قانون كيتعرف بالدور اللي كيلعبوه في المجتمع. ونختموا هذه الجولة في القانون الخاص بقانون المسطرة المدنية. هذا هو القانون اللي كيورينا كيفاش نديره. إذن التعريف ديالو هو مجموع القواعد القانونية اللي كتنظم اختصاص المحاكم، الإجراءات ديال رفع الدعاوى، قواعد الإثبات، وأخيرا طرق الطعن في الأحكام وكيفاش ننفذوها. يلا دابا ندوزو لجولة أخرى، ولكن هاد المرة في القانون العام. غادي نشوفوا كيفاش هاد القاعدة العبقرية ديالنا خدامة حتى هنا في القوانين اللي كتنظم علاقات الدولة بالمواطنين والمؤسسات. غادي تلاحظوا باللي نفس المنطق السهل كيبقى خدام بنفس القوة. ونبداو بأعلى قانون في البلاد، القانون الدستوري. إذن هو مجموع القواعد القانونية اللي كتنظم شكل الدولة ونظام الحكم، الوظائف ديال السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية، والعلاقة بين هذه السلطات، وطبعا حماية الحقوق والحريات العامة. هو ببساطة اللي كيرسم لنا الخريطة ديال الدولة كلها. مزيان. والقانون الإداري راه نفس الشيء، هو مجموع القواعد القانونية اللي كتنظم التنظيم الإداري، يعني كيفاش خدامة الإدارة والقرارات الإدارية والمرافق العمومية والوظيفة العمومية وحتى القضاء الإداري. نقدر نقولوا هو القانون اللي كيسير الشؤون اليومية ديال الدولة. ودابا قانون المالية العامة كيفاش نعرفوه؟ بنفس الطريقة السحرية ديالنا. هو مجموع القواعد القانونية اللي كتنظم الميزانية ديال الدولة، من كيفاش كتصاوب حتى كيفاش كتنفذ، وكتنظم الموارد ديالها بحال الضرائب والنفقات ديالها، وطبعا الرقابة على هادشي كامل. كيف ما كنقولوا هو قانون الفلوس ديال الدولة. وحتى فاش كنخرجوا على المستوى العالمي القاعدة ديالنا ما زال خدامة. القانون الدولي العام هو مجموع القواعد القانونية اللي كتنظم العلاقات بين الدول والمنظمات الدولية، كيفاش كيداروا المعاهدات والآثار ديالها والمسؤولية الدولية، وكيفاش كيتحلوا النزاعات بين الدول بطرق سلمية. وكما شفنا المسطرة المدنية، كاين حتى قانون المسطرة الجنائية. إذن شنو هو؟
هو مجموع القواعد القانونية اللي كتنظم الإجراءات كاملة، من البحث التمهيدي اللي كيدار في الأول، المرحلة التحقيق الإعدادي، ومن بعد إجراءات المحاكمة، حتى كنوصلوا لتنفيذ العقوبات. يعني هو اللي كيورينا الطريق كامل من فاش كتوقع الجريمة حتى كيتطبق الحكم. إذن من بعد هاد الجولة اللي درنا في القانون الخاص والعام، كاين درس واحد أساسي كنخرجوا به، درس اللي هو واضح بزاف. تعريف ديال أي قانون راه ما كيطلبش الحفظ اللي كيعقد الأمور، لا، كيطلب حاجة وحدة، نفهموا مزيان الوظيفة ديالو. والخلاصة أو النقطة الحاسمة هي هذه: القانون هو الوظيفة ببساطة. المرة الجاية فاش تبغي تعرف أي قانون، سول راسك هذا السؤال: شنو هي المهمة ديال هذا القانون؟ شنو هما المواضيع اللي جا باش ينظمها في المجتمع؟ الجواب على هذا السؤال هو التعريف اللي كتقلب عليه. دابا بهاد الأداة الجديدة اللي ولات عندكم، الكرة في ملعبكم. فكروا في أي قانون آخر ما هضرناش عليه وجربوا طبقوا عليه هاد القاعدة الذهبية. أنا متأكد غادي تفاجئوا شحال ساهل، وغادي تولي عندكم الثقة باش تشرحوا أي فرع من فروع القانون بكل سهولة.